رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يوميات محمود وصلي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب، يا رب يقعد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. والنهارده هعمل معاكم بقى حاجة حلوة جدا جدا. بس قبل ما اقول لكم انا هعمل معاكم ايه النهارده، لايك بقى حلو كده، ما تنسوناش في اللايك بتاعكم عشان الناس بتخش تتفرج على الفيديو وبتطلع وبتنسى تعمل اللايك. فيا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك عشان خاطر هو اللي بيعلي الفيديو. وكومنت حلو كده منكم، ربنا يبارك لكم. واتمنى اللي مش مشترك في القناه يدوس على كلمه الاشتراك اللي تحت اللي بالاحمر لحد ما يبقى لونها رصاصي، ويدوسوا على على الجرس، وعلشان يوصل لكم الاشعارات بتاعتنا اول باول. يلا بقى انا هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي كده مع بعض. بصوا احنا هنعمل النهارده مع بعض كيكه حلوه جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكه الميه. كيكه الميه يا سولي، في حاجه اسمها كيكه الميه؟ كيكه الميه من غير لا لبن ومن غير لا بيض ومن غير اي حاجه. واقول لك على حاجه كمان، من غير فرن كمان يا ستي. يلا نشوف المكونات بتاعتنا ايه والمقادير بتاعتنا ايه ونبتدي مع بعض على طول. معايا هنا بصوا كوبايه الا ربع كده من الزيت، ومعايا كوبايه كبيره من السكر، ومعايا كوبايه الميه اهي، ومعايا هنا 3 معالق كده من الكاكاو او معلقتين، معايا كوبايتين ونص من الدقيق. يلا بقى نبتدي كده مع بعض الاول كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل اول حاجه كده بالسكر، وننزل عليه كده بسم الله الرحمن الرحيم بالكاكاو بتاعنا، بس ننخله كده برضو عشان لو في ايه حاجه تكتلات او حاجه اهو. بصوا كان مكتل وكان عامل فقاقيع كده صغيره، فايه لازم نعمله كده عشان ينزل كله كده تمام. ننزل عليهم كده بكوبايه الزيت، لا الاول الميه عشان ندوب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلط كده كويس مع بعض. بصوا ندوب كده بس كويس، عشان انا ظبطت الكاميرا قلت عشان تشوفوا كويس. انا بخلط كده جامد علشان خاطر السكر بتاعنا يدوب، لان احنا مش عاملينها في الخلاط. طبعا لو عايزين تعملوها في الخلاط اعملوها عادي مفيش اي مشكله، بس انا ايه حابه ان انا انجز بقى. انا قلت لسه هعمل في الخلاط قلت انجز بقى على طول، او بالمضرب البيض بقى براحتكم. اضربها بس كويس. شكلها كده. ننزل بقى كده عليهم كمان كده بكوبايه الزيت اهو. عبد الله مالك جمعان؟ طبعا انا ما حطيتش فانيليا عشان خاطر لا فيها لبن ولا فيها بيض، فما فيش ريحه زفاره يعني. فلو تحطي خلاص ما تحطيش. انا اصلا كده كده بصراحه ما حطيتش اني كمان اصلا مش عندي تمام، فيعني ما فيش ريحه زفاره ولا فيه ريحه اي حاجه، فهتعمليها وانت مطمنه يعني. ومعانا هنا بقى يا حبيبي كده مكون بقى ايه اللي هيظبط لنا الكيكه بتاعتنا كده ويخليها هشه وطريه كده معانا مش مكتومه. هنحط لها معلقه خل هتظبط الدنيا. الخل ده اساسي في الكيكه يا جماعه، لازم تعتمدوا الخل معاكم في اي كيكه عشان يخليها طريه وهشه ومش مكتومه كده ولا. وادي كده حبيبي بعد ما نخلنا الدقيق بتاعنا كده كويس جدا. حطينا كيس من الكيك شيف. لو عايز تحطي بيكنج باودر حطي، الاتنين مفيش اي فرق ما بينهم خالص. ودخلناه برضو كويس جدا اهو. ونخلط بقى المكونات كلها كده يا حبيبي مع بعض. واهم نقطة لازم نخلط المكونات كلها مع بعض في اتجاه واحد، يعني مينفعش نخلط مرة يمين ومرة شمال، لا لازم يكون كله في نفس الاتجاه عشان خاطر الهواء بتاع الكيكة ما يكتمش كده في الكيكاية بتاعتنا. بصوا بقى يا حبايبي اهو الخليط بتاعنا اهو. بصوا زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا بقى معايا هنا الصينيه بتاعتنا اهي.
انا مديها كده دهنه زيت. بصوا دهنتها زيت كده والجناب برضو عشان خاطر ايه ما تلزقش فيها. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عبد الله حاسب. عبد الله يا حبايبي حطيتها على البوتاجاز اهو. طبعا ولعت العين الكبيره وهديت النار وهسيبها بقى ايه براحتها. بس ايه هغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها، وبعد كده بقى ارجع اوريها لكم ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا بعمل الخطوه التانية اهو. قبل ايه ما الكيكه بتاعتنا تستوي، انا حاطه هنا بالظبط كوبايه ميه وحطيت معاهم كوبايه معلقه سكر. بصوا هدوبهم كده اهو. على البارد تمام اهو. الاضاءه بس معلش هنا عشان بعيد عن اللمبه. هنزل عليهم كده. بصوا معلقه صغيره من الكاكاو، وهنا معلقه كبيره اهو من النشا، وادوب برضو كده على البارد. بصوا اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى يا حبايبي اهو. بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا رفعناها على النار ومهدين النار شويه. بصوا هو ده القوام المطلوب، بغض النظر طبعا عن الكتل دي. طبعا انا هشيلها بالمعلقه فعادي يعني ما تركزوش معاها. فانا بقى هنا كمان هحط معاكم كده مكون اساسي برضو. هحط معاكم معلقه زيت صغيره جدا، يعني حاجه لو تذكر كده، هيدي بس لمعه كده حلوه جدا للصوص بتاعنا. ولو عايزين تحطوا بدل الزيت مكعب زبده صغير تمام مفيش مشكله، بس هي مش مستاهله يعني، هي نقطه زيت صغيره تدي لمعه حلوه قوي. بصوا ما شاء الله الشكل اختلف تماما. بصوا القوام بقى عامل ازاي وشكلها بقى عامل ازاي. شكلها بقى بيلمع كده وشكلها حلو. بصوا بقى يا حبايبي الكيكه بتاعتنا جميله اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما سبتها بردت بقى نزلت عليها بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه اهو مع بعض، وحطيت على الوش كده سكر بودر. انا كنت حابه ان انا اعمل بصراحه صوص شوكولاته اللي هو الابيض، بس بصراحه كنت مستعجله بقى وعايزه انجز. رحت قلت خلاص بقى احط ايه سكر بودر كده على الوش وخلاص. ممكن طبعا تحطوا انتوا بقى ايه اي حاجه وتزينوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. اتمنى ان هي تعجبكم. نشوفكم ان شاء الله على خير.